حبايبي ازيكم؟ يلا نعمل مع بعض غدا النهارده سمك مكاريل مقلي، رز صياديه، وهنعمل جنبه سلطه خضراء، وهنعمل بتنجان مخلل، وهنعمل كمان سلطه طحينه. يلا نشوف عملنا ازاي. في الاول خالص انا بغسل السمك وبقطعه وبعمل له محلول ملحي وفيه فلفل اسود، وبحط ليمون بعصره، وبحط القشر، وبحط حبة خل، وبسيبه تقريبا يعني ساعة. من وقت للتاني بقلبه. بس كده بعد الساعة دلوقتي بعمل التتبيلة بتاعة السمك: توم وكزبرة ناشفة وكمون وحبة فلفل اسود صغيرة بحب احطه برضو، بضربهم مع بعض. بعد كده بزود الخل، وهديهم ضربتين كمان. بس كده التتبيلة بتاعت السمك جاهزة. هغسل بقى السمك واصفيه بالشكل ده، وابدأ بقى اتبله. اتبل المكريل، وبعد كده بشرح السمك البلطي وبتبله. بس بصراحة بعد ما خلصت السمك واتبل وجيت اقلي الكل كان هياكل سمك مكريل ومكانش حد عايز البلطي، فشلته في التلاجة. فاللي هقليه النهاردة معاكم السمك المكريل بس. بشرح السمك كده، بعمل فيه فتحتين وبتبله برضو من بره ومن جوه. بحط برضو في الفتحات دي بالشكل ده. وبعد ما بخلص التتبيله بحب ارش عليه في الاخر حبه كزبره وخل. دلوقتي هنقلي الباذنجان. خلاص كده خلصنا الباذنجان بتاعنا. بتبل بقى الباذنجان وبخلصه، وبعمل الرز على ما السمك يتبل. حطيت الزيت وبعد كده البصل متقطع. هحمر البصل عشان اعمل الرز. البصل بدأ يحمر، بس انا عايزة اغمق من كده شوية كمان. كده لونه بقى حلو. هنزل بالقعد بتاعه، ومجرد ما بحط المية لونها بيغير من كرملة البصل، بس انا بستنى عليها شوية كمان. هحط بقى نص معلقة كمون، معلقة ملح، ربع معلقة فلفل اسود، ربع معلقة كزبرة، وهسيبهم يغلوا مع بعض كده بتاع 5 دقايق. وبعد كده هنزل بقى دلوقتي بالرز. الرز مغسول ومتصفي تمام كده. ظبطت القعد بتاعه، زودت له حبة فلفل اسود، وهغطيه. وطبعا الرز لما بيبدأ يتشرب المية بتاعته بنهدي عليه خالص. دلوقتي بقطع فلفل، وده فلفل احمر، فلفل شطة حراق شوية، ومعاه توم وزيت حطاه في الفريزر. خدت منه شوية وحطيت عليه فلفل اخضر وملح، وهحط الخل. وخلاص كده دي تتبيلة الباذنجان. هتبل بقى الباذنجان. خلاص كده تبلته. هرصه بقى في علبة، هناخد منه الاكل، واللي هيفيد هيفضل في العلبة تحط في التلاجة. بقيت التتبيلة حطيتها على الوش، وقفلت العلبة. دي حاجات السلطة هنبدأ نقطعها. هنا للأسف ما كانش عندي البقدونس بس انا بحب احط عليها بقدونس وشبت.
حط فلفل الوان، حط بصل احمر بيبقى حلو في السلطه، وطماطم وخيار. هقطع بقية بقى السلطه ونرجع تاني. كده خلاص السلطه انا قطعت كله، حطيت كمون والملح وعصرت ليمونتين. وحطيت حبة من هريسة الشطة. قلب ده كله مع بعض. خلاص كده السلطة خلصت والرز خلص. يلا بقى نشوف هنقلي السمك ازاي. انا بحب اجيب كيس واحط فيه الدقيق، وبحط دقيق قليل، احتاجت احط تاني. انا الحبة اللي حطيتهم دول كفوا 2 كيلو المكريل، لان طبيعي المكريل مبياخدش دقيق كتير. هخلص بقى كل الكمية، نرجع تاني. هنا كده خلاص انا خلصت، حطيته كله في الدقيق. وده البولت اللي مش هعمله. لما تيجي تحطي السمك في الدقيق سواء بولتي او اي سمك، بنطبطب عليه شويه كده وننفضه من الدقيق خالص ونحطه في الزيت. ده بيخلي الدقيق ما بيتحرقش في الزيت والزيت يغمق. يعني المره الجايه لما اجي اعمل لكم البولتي هوريكم بعد ما البولتي بيتقلي الزيت بيبقى صافي خالص وما الزيت مش محروق. يلا بينا نعمل سلطه الطحينه. حطيت حوالي 4 معالق كبار طحينه، وحطيت فصين توم وشطه وكمون وذره فلفل. ودلوقتي زودت ميه، ودلوقتي بحط الليمون وحطيت ملح. كده خلاص السلطه بتاعتنا خلصت، هنقلبها كويس. بحب احط السمك شويه في الدقيق وبعد كده ابدا بقى ايه، احطه في الطاسه، بيبقى الدقيق مسك فيه كده. تمام اهو، احمر من جنب، اقلبه على الناحيه التانية. على فكره هعمل لكم فيديو قريب شفت طريقه لتنظيف الطاسات والحلل، هجربها معاكم وان شاء الله تجيب نتيجه. الطاسه دي احنا مخصصينها للقليه، هي فيها حتت معموله شويه، بس ان شاء الله هجرب الطريقه دي وان شاء الله تجيب نتيجه يعني. بحب بعد ما بقلي السمك بحطه في مصفى ينزل عشان لو في اي زيت ينزل. احنا بنعمل اخر كمية في السمك. بس كده خلصنا السمك بتاعنا والرز والسلطات، وجربوه ان شاء الله يعجبكم. الف هنا.